احنا عندنا فقرة بسيطة كده، هنجيب لك صورة اللي بيعملوها في التلفزيون دي، هنحاول نلعبها مع بعض. فقرة صورة وتعليق. ماشي. نجيب لك صورة وانت علق عليها. ماشي. أول صورة إمام عاشور. يعني إمام عاشور صراحة صفقة القرن للنادي الأهلي. صفقة القرن. لعيب ده هتاخد منه 10 سنين لقدام. أهلي ومنتخب مصر، يعني ربنا يبعد عنه وعن كل اللعيبة الإصابة. آمين. فهو صفقة بالنسبة لي ناجحة 100% للنادي الأهلي. وكنت أتمنى إنه يكمل في نادي الزمالك، وهو كان عايز يرجع نادي الزمالك، إنما اتقال له خلص نفسك وتعالى يا بلح يا أما يا بلح. والله العظيم. يعني ايه يا بلح يا أما يا بلح؟ والله العظيم، بس انت فاهم؟ الهم بصراحه بيولد انت فاهم؟ الكوميديا. فلا، امام عاشور زعلت عليه طبعا، واضافه كبيره للنادي الاهلي. وفي الفتره الحاليه هو احسن لعيب في مصر. انت شايف ان هو احسن لعيب في مصر؟ طبعا. احنا عندنا مقارنات جايه، عشان هو بيقول احسن لعيب في مصر، هو اختار واحد بيلعب في الاهلي كان في الزمالك سابقا، بس هو وجهه نظره يعني. بصراحة. انت بتقول على امام عاشور صفقه القرن واحسن لعيب في مصر. ده حقيقه في الوقت الحالي. الراجل ده ايه بقى؟ زيزو ده مين؟ الناس بتقول في اهلاويه بيقولوا احسن لعيب في مصر، انت بقى طبعا مفيش. احمد السيد زيزو. طبعا هو نجم نادي الزمالك الاول. ومن وجهه نظري هو يعني مش عايز اقول الاوحد. ولعيب ثابت على مستوى بقى له ثلاث مواسم بصراحه. هو يعني نادي الزمالك الفتره الاخيره او المواسم كلها الاخيره من غير زيزو مفيش. وزيزو كمان احسن لاعب في مصر، والله العظيم. لا والله العظيم دي مجامله بقى. لا قلت لا والله انت عايز ترجع تاني عشان ما يقولوش اصل خالد بيختار واحد في الاهلي. لا اقسم بالله. انت شايف ان امام احسن لاعب في مصر؟ امام عاشور احسن لاعب في مصر. انت بتقول لاعب، ما تقوليش بقى زيزو تاني احسن لاعب. هو لا ده مين فيهم افضل لاعب في مصر حاليا؟ امام ولا زيزو؟ حاليا دلوقتي واحنا قاعدين. لا، ما احنا قاعدين زيزو مصاب الفترة اللي فاتت يا خلود، مش لازم النهارده يعني. السنة دي يا راجل. لا، بعد ماتش الاهلي والزمالك مين احسن لاعب في مصر؟ اهو سهلتها لك. بعد ماتش الاهلي والزمالك زيزو الصاب. طب مشيها بقى، يعني زيزو وامام عاشور هم اللي احسن. لا مفيش اثنين، هو واحد. زيزو. رجع في كلامه يا جماعه بقى يا جدعان، ما انا قلت لك مشي الاثنين. لا مفيش مشي الاثنين. احنا هناخد يعني انت عايز نختار واحد. انا هاخد التصريح الاولاني بتاع امام احسن لاعب وهحط فيه في المونتاج بقى. المونتاج هوصله. زيزو احسن لاعب في مصر. هو قال امام هشيلها في المونتاج. والله الاثنين والله العظيم بصراحه. يعني انا لو قلت لك انت تختار مين؟ انا هختار امام طبعا. طب انا اختار زيزو. انت اخترت امام. اختار امام. ماشي، يعني هنعديه عشان ما تقولوش حبيبي. ماشي. ثالث واحد الفولت العالي. كهروب يعني. لا طبعا كهربا لعيب جامد بصراحه، يعني حتى لما كان في الزمالك الموسم بتاع جروس ده هو كان شايل الفرقه كلها تقريبا، كان هداف الفرقه. حتى لما خدنا الكونفدراليه كان احسن لاعب في الفرقه. الله يسامح يعني اللي كان السبب ومش عارف، لكن كهربا لعيب جامد ولعيب كبير وفارق مع النادي الاهلي، وطريقته اختلفت مع النادي الاهلي. لا في مكان مش مكانه وادى فيه وابدع فيه. لا وهدي يعني بالبلدي اخلاقيا بالبلدي تقصقص ريشه. في النادي الاهلي عندنا كان بيعمل اللي هو عايزه. انا بكلمك بمنتهى الصراحه. كهربا كان بيعمل اللي هو عايزه في نادي الزمالك، وكان رقم واحد في الفرقه كلاعب جامد. انما في النادي الاهلي رغم نجوميته ورغم انه مؤثر، انما ما فيش هزار. وده الفرق بين النادي الاهلي والنادي الزمالك كمؤسسه. كفكر اداره. بالظبط. كمان احنا بنشوف ان هو بيحتوي امام او بيحاول انه يعود امام على هو اللي جاب المؤسسه. هو اللي جاب والله الجديده اللي بس ناجحين مع بعض. خدنا منك الفلوس يعني الحمد لله. دويتو حلو. اي حاجه طالعه منك كويسه الحمد لله. وشويه صفقات اي حاجه زي الفل، بس مش عارف الفلوس دي منصوره ولا ايه. الدولار بعدها بيوم خسرنا الكاس وبتاع. لا والدولار بعدها بيوم بقى ب 50 وانتوا واخدينها على 30. وما اعرفش خدوها. اللي بعده ماشي عديها برضه. رقم 4 احمد فتوح. ماله؟ رايك في ادائه؟ لا ولا طبعا مستواه مع الزمالك. فتوح الحركه اللي عملها انا هقول لك فتوح لعيب جامد طبعا، وعنده امكانيات ولعيب دولي وافضل باك ليفت مصري في مصر. مصري في مصر.
اتفق معاك مصري، لان طبعا ده معلول عشان الناس نكون يعني واقعيين يعني. انما فتوح ما ان شاء الله يرجع لمستواه تاني، والحركه اللي عملها دي انا رايي لسه يعني، رغم ان انا خلاص قرار الاداره اتاخد واتنفذ وهم شايفين ان ده الصح نادي الزمالك، انما انا خلاص قرار الاداره احترم، انما فتوح ما كانش ينفع يكمل في نادي الزمالك. فيها تعالي شويه على نادي الزمالك بعد الحركه اللي عملها دي والحاجات، انما اعتذر. بيعدي عندنا اكتر من كده. هو الراجل اعتذر ورجع بيلعب. يعني بصراحه انما هو لعيب جامد ومؤثر وليه دور في نادي الزمالك طبعا وفي المنتخب. ما اعتقدش ليه بديل كمان يعني. كان مشي ساعتها. ما هو بيقول لك عايزين ناخد الاهلي بقى. انت فاهم؟ يعني نقعد بقى نروح فين يعني مش فاهم. نلعب بحاتم سكر يعني نرجعه تاني. ما هو مشي اصلا. رقم 5 يا جماعه مصطفى شوبير، حارس واعد. طبعا ده مصطفى شوبير. انا قلت من بعد مباراه النادي الاهلي والوداد المغربي، المباراه اللي كانت في مصر نهائي افريقيا، قلت مولد حارس كبير في النادي الاهلي ولا منتخب. والمنتخب عنده شخصيه وعنده كاريزما، عنده ثبات انفعالي، عنده ثقه في نفسه وفي امكانياته، بصراحه سابق سنه. وظلم زي ما كنا عارفين يعني، وبنسمع بقى ابناء العاملين في الانديه وابن شوبير، لا بصراحه يستحق المكانه مش واسطه يعني. بامانه يعني انا ما حسيتش، مع احترامي للشناوي اللي هو افضل حارس في مصر بغياب، انا ما حسيتش بغياب الشناوي. ومصطفى شوبير في مباراه النادي الزمالك كان مميز، في مباراه نهائي كان مميز. الشوط الاول كان في في كل المباريات اللي لعبها بصراحه، ما عدا الاهلي ما كانش، ما عدا ماتش وده طبيعي يعني، انما هو حارس على قدر حراسه مرمى النادي الاهلي ومستقبل النادي الاهلي ومنتخب مصر بصراحه. ومحمد صبحي والله كموهبه اقسم يعني حارس جامد والله، حارس كويس، انما فارق هنا بقى العقليه. شوف بقول لك ايه، يعني انت صبحي اكبر من مصطفى شوبير اكيد. شوف صبحي بيتعامل ازاي في المواقف وفي الاعلام والسوشيال ميديا، وبيمسكوا عليه مش عارف راح سهر فين انا عمري ما سمعت عن مصطفى شوبير مجتهد بصراحه حاجه زي كده، ما بيطلعش. وده بصراحه مش عايز يعني اضيع كابتن شوبير حقه، لان اكيد الراجل ده ليه يعني دور ان ابنه يطلع بالتركيز ده وحافظ على نفسه في الملعب واستنى فرصته لحد ما جات له. هو اثبت بصراحه انه لما قال مصطفى ما راحش الاهلي واسطه. والله فعلا واسطه كان روع. انما محمد صبحي بصراحه الحركات عملها مع فتوح وعقليته مختلفه. فانا بصراحه صبحي حارس كويس ومميز، انما حس ان الكيمياء بتاعته وقفت مع نادي الزمالك خلاص. طيب الصوره رقم 6 يا جماعه. اتفضل انت، انا مش هتكلم. حيرت قلبي مع رضا عبد العال يعني والله. بص كابتن رضا اقسم بالله انا قعدت معاه في بيته بصراحه وعملت معاه فيديو، وراجل انا شخصيا ما والله راجل جميل وفكاهي. بس يا كابتن رضا في حاجه اسمها منطق. امام عاشور ما بيعرفش يباصي، مروان عطيه ما يستحقش يتواجد في النادي الاهلي. طب انت عايز ايه يعني؟ انت يعني تكيس جونياس بتاعك انت فاهم مش عارف تحت يعني قرب يدرب في المقاهي الليليه، فمش فاهم بصراحه يعني انت عايز ايه؟ والله العظيم بتطبيل النادي الاهلي. انت عايز ايه من الاهلي ومن امام عاشور؟ يعني اسلوبك اتحفظ واتقرا والناس خلاص بصراحه يعني زهقت فهمت والترند واكل العيش كفايه، قرفنا زهقنا. قلت لك بصوته يا بيه ارتجع بقى. هو يعني فكره ان انت او يعني فكره ان انت تاخد الترند وان انا ابقى خالف تعرف خلاص الناس معظمها فهمت ولا برضه الموضوع طبعا بتجيب طبعا على وشي لا بتجيب. الاهلي ماده دسمه طبعا تناول الناس دي بس بالعقل والله مش مع ان انت لو رجعت ايام امام ما كان في الزمالك كان بيقول لك ايه ايام امام. هو على فكره لو امام ما كانش رد عليه على ستوري على الانستجرام وقال لك مش عارف ايه ما كانش هنقص وبتاع، ما كانش هو داس على امام قوي تمام. بس بقت باينه قوي. انما الدليل اول الحب ده انا اسف لان درجه يبقى امام افضل لعيب في الماتش يقول لك لا اقسم بالله ايه يا عم ده 0 ده 1. انت ايه يابا في ايه؟ انت ربنا يهديه يا رب. تقييمك ايه يا كابتن رضا؟ يعني 0 و1 بناء على ايه؟ حضرتك مدربت مين عشان تقيم الناس دي؟ الصوره اللي بعدها يا جماعه الكابتن شيكا
كابتن شيكابالا طبعا انا بحب شيكابالا جدا، وشيكابالا بالنسبه لي بحبه، يعني بحب شيكابالا. هل بالنسبه لك شيكابالا اسطوره نادي الزمالك ولا في حد غيره هو اسطوره نادي الزمالك؟ انا بالنسبه لي قلتها قبل كده، اسطوره نادي الزمالك اللي شافته عيني بالنسبه لي لو اختار واحد احط كابتن حازم امام. ده اسطوره نادي الزمالك بالنسبه لي. تمام. اللي انا شفتهم. تمام. احترام وادب وعمر ما حد اختلف عليه. هو في نفس الجيل يعتبر برضه، ما هو شيكابالا وكان موهبه فذه. ما كان فظيع يعني. طب حتى حاليا احنا قلنا، انت قلت زيزو ماشي. بس زيزو انت قلت احسن لاعب في الزمالك مش في مصر، ان هو قال امام في مصر. زيزو احسن لاعب في مصر. لا لسه. المهم شيكابالا حاليا برضه مش اسطوره نادي الزمالك. شايف برضه حازم امام حتى لحد ما شيكا كمل بعد ما حازم اعتزل ولعب، برضه حازم ما زال بيحافظ على المكانه دي برضه. بص يعني شيكابالا اولا انا بحبه وقلت كده، انما الاستمراريه ليها دور وليها بصراحه ان انت تديله انه يبقى من الاساطير وانما في حاجات تانية بيعملها شيكابالا وعملها شيكابالا على مدار التاريخ خصوصا مع جماهير النادي الاهلي بتقلل من القصه دي. الاسطوره ما يعملش. بيزعلني. الاسطوره بيزعلني يعني، ما ينفعش برضه يعني. مش حلوه برضه يعني. ما طب ليه بعض بحس انها بتنقص من قدر شيكابالا او لو انا مش هقول اسطوره، لو انت ما بتعملش الحاجات دي اقول انت اسطوره الاساطير بالنسبه لي والله، لاني بحب شيكابالا. الاخلاق ليها دور، وعارف ان شيكابالا طيب جدا انما مش عارف انا اسف بيزربن مع جماهير النادي الاهلي ما بيدخلش نفسه، واحيانا بحب شيكابالا طبعا، واتمنى يا رب ان ربنا يوفقه. ايه الصوره اللي بعد كده؟ كابتن محمد صلاح فخر العرب. شايف انه فخر العرب فعلا ولا ده كلام؟ لا مش عارف والله يعني، انا مش عارف فخر العرب يعني، مش عارف. بس انت قلت ان انت شايف حسام حسن افضل منه. بصراحه حسام يعني ما عملش اللي عمله صلاح. لا هو صلاح عمل ايه؟ عالميا. لا ماليش دعوه عالميا يا اسطى. هو الواحد بعد ما مش كده بس، انت بتيجي في المنتخب يعني، انا عايز افهم هو ده صلاح الكوبي يعني؟ اللعيبه مش مساعدك، الكوره وهي في رجلك مالك؟ المنتخب هيقوم على واحد يعني. الكوره وهي في رجلك فين امكانيات صلاح؟ بس في حواليه ناس ما بشوفش، انا ما بشوفش، بالاضافه لطريقه تعامله مع منتخب مصر. مش عارف الطريقه طلع مظلوم فيها. الطريقه طلع ان هو اتظلم الراجل، وفعلا الاصابه عادته ما لعبش. لا حتى لو في اصابه اسلوبه برضه مش في تعالي يعني، في لا مبالاه كده وعادي وتفاهم. هو قاري كتاب الفن اللامبالاه. لا بالتوفيق ان شاء الله لمحمد صلاح يعني. هو طبعا بس عامل حاجه افضل لاعب مشرف في تاريخ مصر والكره العربيه. طيب وفخر لينا كلنا، انما بالنسبه لي مش احسن لاعب في تاريخ مصر ولا بالنسبه لي. انت قلت حسام حسن. بالنسبه لك اللي انت شفته يعني اسطوره مصر في اوروبا محمد صلاح. هو مين في اوروبا يعني وهيوصل لمحمد صلاح؟ بس ما فيش. دي حقيقه. هو مين غير اوروبا؟ ما هي اوروبا هي الاضاءه كلها ولا الضوء كله فيها. بس ما فيش اي حاجه مع المنتخب خالص يعني. دي بالنسبه لي برضو نقطه سوداء في الدوسيه بتاعه بصراحه. وهو كمان بيكبر في السن، ممكن ما يحققش. وهو يعني في بعض الاوقات كان عنده، انا عايز يعني اسف، حسينا بخذلان تجاهه شويه بصراحه يعني. مش عارف بس ربنا يوفقه طبعا. صعدنا برضه الكاس ولا انت زي شايف ان هي ضربه جزاء؟ انا هجيبها جول. انا شايف تريزيجيه هو السبب. معلش يعني، بس ربنا يوفقه. بس كان ممكن لاعب تاني ضيعها ما كناش صعدنا. ربنا يوفقه. لاعب كبير برضه. طبعا ما فيش شك. بس فخر العرب غصب عننا احنا، ما احنا لا نذكر يعني. صلاح ده صلاح. الصوره اللي بعدها اتنين مع بعض، كابتن المحترم والاسطوره كابتن خطيب، والكابتن المحترم برضه استاذ حسين لبيب. تعليقك على الصورتين؟ كابتن محمود الخطيب وكابتن حسين لبيب ايد واحده، ونادي الزمالك والنادي الاهلي ايد واحده، كلنا مصريين. وكابتن محمود الخطيب راجل اسطوره وراجل محترم وراجل في اول توليه مسؤوليه اداره النادي الاهلي كان الكل بيقول ان هو مش هينجح، ولكن هو بصراحه عدى كل التوقعات وعدى ووصل يعني بصراحه في بطولات ولاعيبه عمل تاريخ كبير كرئيس نادي طبعا. هو عامل تاريخ وحط ايده على كل مفاتيح النادي الاهلي. كابتن حسين لبيب ابن نادي الزمالك، اسطوره من اساطير نادي الزمالك في كره اليد. كابتن حسين لبيب راجل محترم جدا، زملكاوي،
بيحب على قدر مجلس اداره نادي الزمالك، وان شاء الله باذن الله يدوم الاحترام والموده والمحبه بينهم. بوجه لهم التحيه الاثنين وبحبهم جدا الاثنين. كلام محترم من راجل محترم يعني. طيب نخش بقى على الفقره اللي بعدها، وهي فقره مين افضل. هعرض لك 3 صور وممكن ايه تقول لي ده افضلهم او ترتبهم 1 2 3. اوكي ماشي. هنحاول نختار ناس في نفس المراكز، نفس النادي او انديه مختلفه، بس عايزين تقييمك ليهم، ممكن كمان تقييمهم. ايه رايك نغير الفقره خالص، نخليك ترتبهم 1 2 3. ماشي. يعني لو قلت لك مثلا زيزو، بيرسي تاو، حسين الشحات، اخترت يعني اللي هم ايه جناحات بيلعبوا تقريبا في نفس المركز. لو رتبناهم من 1 ل 3 زي ما هم، زيزو، بيرسي تاو، حسين الشحات. حسين تحت بيرسي تاو. بيرسي تاو افضل منه بالنسبه لي. انت شايف يعني ان بيرسي افضل منه؟ طبعا. وزيزو افضل من لعيب دولي، لعيب اساسي، كابتن منتخب من كباتن جنوب افريقيا. لا لعيب جامد، ولعيب عنده امكانيات، ولعيب وكمان عمل مع جنوب افريقيا وصل لمكان ومؤثر جدا مع النادي الاهلي جدا يعني. هو حسين اتظلم برضه ما راحش المنتخب. ماشي، ما احنا برضه يعني معلش، زيزو، بيرسي تاو، حسين الشحات. لو قلنا في مركز المهاجم، مع ان انا فيهم واحد مش مهاجم بس هحطه معاهم لان الاهلي ما عندوش مهاجم. كهربا وسيف الدين الجزيري، ممكن احط معاهم وسام هو اللي مهاجم الاهلي، بس انا مش عارف ده ينفع يتحط في القائمه لا ممكن الشيخ موديست معاهم. مبولولو انت شايف مبولولو يتحط مكان كهربا؟ واحد معاهم يعني. يبقوا 4. خلاص طلع وسام وخلي مبولولو، كهربا، سيف الدين الجزيري في الموسم الاخير للدوري. مين؟ مبولولو رقم 1، طبيعي. كهربا رقم 2، سيف الجزيري رقم 3. الموسم اللي فات الجزيري الزمالك محتاج مهاجم. طبعا الزمالك والاهلي محتاجين مهاجمين، بس الجزيري ده بحس ان هو مزاجنجي شويه. يعني بصراحه لاعب دولي مهم، انما برضه احنا محتاجين حسام اشرف ده بتاعنا يرجع. اللي راح البلديه، فاهم؟ وفي يعني ممكن يجيب مهاجم افريقي مثلا سوبر، انما مع سيف، انما سيف لوحده مع ناصر منسي وسامسونج هواوي مش واكلين ال3 مع بعض. زي تحس انها نفس الفكره في الاهلي. عندك كهربا وسام، عندك كهربا واحد ليفل عالي جدا، واحد متوسط، مش مكانه، وواحد لسه مكانه.